السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أعزائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، برحب بحضراتكم وسعيد إن أنا بلتقي بكم اليوم ونبدأ حديثنا دائما وأبدا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشفي مرضاهم، ارحم شهدائهم، ارحم أبي وجميع موتى المسلمين. النهارده هنتكلم في عدة مواضيع مهمة. أولها وأهمها هو بيان النيابة العامة بخصوص أرض نادي الزمالك، اللي طبعا الإعلام الزملكاوي صدعنا، وفيلم الأرض ده اللي مش عايز يخلص ولا زال العرض مستمر والكلام ده كله، وبدأوا يشحنوا الجماهير ضد الدولة وأرض الزمالك ومستقبل الزمالك ونادي الزمالك بيضيع والكلام ده كله. طلع علينا بيان النيابة العامة بخصوص أرض نادي الزمالك. البيان بيقول إيه؟ خلينا أقرأ مع حضراتكم. تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة ب 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وإذ بأشارت النيابة العامة التحقيقات في هذه البلاغات وقد كشفت عن بعض الحقائق، وكانت على النحو التالي: أولا، خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وقد سحبت منه أكثر من مرة. ركز في الكلام: لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020. وأخيرا جرى إمهال النادي عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في 3/4/2022. ركز في التواريخ. وبإجراء المعاينة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات. وتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد 4 سنوات. فكان قرار الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لعدم التزام النادي بشرط البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة، والتي تنتهي في 3/4/2024. ثانيا، قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل الهيئة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ بنحو 780 مليون جنيه. هنتكلم عن المبالغ دلوقتي. وبعدين جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، بما يشكل شبهة إهدار المال العام. ثالثا، بناء على ما تقدم، بدء ندب لجنة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص هذه الوقائع، وسيعلن عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير. وتؤكد النيابة العامة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام والتصدي لشبهات الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلا غير مسبوق. انتهى بيان النيابة العامة. بيان النيابة العامة بيقول لك إن في أرض اتخصصت لنادي الزمالك 2003، واتسحبت كذا مرة بسبب عدم الالتزام وعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط الأرض. وبناء عليه لجأوا إلى رئاسة الجمهورية ومدوا لهم المدة لحد 4/3/2024. رجعوا ما عملوش أي حاجة. جت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشيك على الأرض، لقت إن الزمالك ما التزمش ولا نفذ ما لا يتجاوز عن 2% فقط من المطلوب منه، وبالتالي تم سحب الأرض. الزمالك قال لك: طب أنا عايز ترخيص، عايز أمد المدة مرة تانية والتزامات وهعمل وهسوي وبتاع. قالوا له: لو عايز تعمل كده جيب قرار من الرئاسة، لأن الرئاسة هي اللي مدت لك العقد أو المدة، ادت لك مدة زيادة وسمحت لك بمدة زيادة عشان تكمل الإنشاءات. ما عملتش حاجة، فتلجأ إلى الرئاسة. قال لك قبل ما يروح الرئاسة أو يجيب بيان من الرئاسة أو يجيب موافقة من الرئاسة أو من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، راح بايع جزء من الأرض للمستثمرين. بيقول لك المستثمرين، ما قالش بقى مستثمرين، قال لك لجهات خاضعة للدولة وأموال عامة، جهات عامة وأموال عامة. وتحصل الزمالك 700 على 780 مليون. كان طلع علينا هشام نصر نائب رئيس النادي
وقال لك احنا بعنا او خصصنا جزء للمستثمرين وقبضنا 800 مليون جنيه. طيب النيابه العامه نفسها بتقول لك 780. طب ال 20 مليون راحوا فين؟ مين اللي خد ال 20 مليون؟ اتوزعت على مين؟ دي حاجه. الحاجه التانيه، الفلوس دي دخلت فين؟ هل دخلت في حساب النادي؟ يقول لك اه دخلت في حساب النادي. طب اتصرفت في ايه؟ اتصرفت في ايه؟ مين الحساب اللي دخل، او دخلت الفلوس دي باسم الحساب؟ مش نادي الزمالك، الفلوس دخلت في حساب جهة معينة، شخص معين ومعروف، ولسه طبعا احنا مش هنتكلم عن التحقيقات ولا النيابة ولا حد يقدر يتكلم عن، طالما الموضوع في النيابة يقدر يتكلم عن الحاجات دي كلها. فعشان بس الناس اللي بتصدعنا وارض نادي الزمالك وحق نادي الزمالك والجمهور لازم يعمل كذا وكلنا نطالب بحق بعودة ارض الزمالك، انت بتطالب بحاجة، انت عملت حاجة مخالفة لكل القواعد والقوانين بتاعت الدولة وبعت ارض الدولة. ده الارض دي اللي هي ب 780 اللي باعوها تقدر حاليا يعني هم باعوا المتر مش عارف ب 27 29 حاجه زي كده 29000. تمام. تقدر القيمه الحاليه للارض دي ب 600 مليون جنيه. 600 6 مليار جنيه، عفوا 6 مليار جنيه. هم باعوها ب 780 مليون جنيه. طيب لصالح مين بقى التربح ده؟ لصالح مين الفساد ده؟ وتيجي تقول لي اقف جنب نادي الزمالك وشجع نادي الزمالك وازر نادي الزمالك وجمهور لازم يقوم وجمهور لازم يعمل. انت بتتكلم في حاجه فيها سرقه وفيها اهدار مال عام وبتصريحات من النيابه نفسها، مش من احنا اللي بنقول ولا جماهير الاهلي ولا غيره. عموما الموضوع في النيابه وهنشوف. الوزير بيهدد بحل مجلس اداره نادي الزمالك في حال ثبوت التهمه او التهم كلها دي عليه. طيب هتحلهم ولا دول الناس دي لازم تتحبس ولازم تتحاسب على كل ده الاول؟ دي حاجه. طب فين وزاره الشباب والرياضه من بيع الارض؟ مش لازم يكون في موافقه كمان من وزاره الشباب والرياضه عشان يبيعوا جزء من الارض؟ لو الوزاره ما تعرفش تبقى كارثه، لو الوزاره تعرف يبقى كارثه اكبر واكبر واكبر، وتبقى بلوى سودة ومنقلب 60 نيله. كله يبقى الكل مشترك في الموضوع. اخبار بقى منتخب مصر النهارده، عندنا مباراه مهمه جدا امام منتخب نيجيريا. هي مباراه وديه او المباراه الاخيره، يمكن الاولى والاخيره كمان، استعدادات المنتخب افريقيا. كان نفسي تبقى يبقى نيجيريا بكامل نجومها موجوده، ويبقى منتخب مصر بكامل نجومه موجودين، وتبقى مباراه فعلا واحتكاك قوي قبل وتجربه قويه قبل افريقيا. معظم اللاعبين في منتخب نيجيريا مش موجودين، اولهم اوسيمين، واللعيبه التانيه المحترفه معظمها مش هيبقى موجود. احنا عندنا من منتخب مصر صلاح مش موجود، عمر مرموش مش موجود، تريزيجيه للاسف مش موجود. هو طبعا مش اصابه عضليه الحمد لله، ولكن هو كان عنده مشاكل في اسنانه وحاجه زي كده يعني، فما اعرفش ايه بالظبط، ولكن الموضوع كله بعيد عن اي اصابه عضليه وجاهز ان شاء الله بعد مباراه نيجيريا. يبقى تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح. ابراهيم عادل اصيب مع فريقه نادي الجزيره الاماراتي، اصيب في المباراه الاخيره ومش هيبقى موجود في مباراه نيجيريا، ولكن اللعيبه دي كلها هتكون جاهزه ان شاء الله، او هتروح المغرب، هتسافر للفريق وتنضم لهم في المغرب ان شاء الله قبل مبارياتنا او المباراه الاولى مع موزمبيق. هي موزمبيق ولا زيمبابوي مش فاكر والله. المهم يعني اتمنى ان احنا نشوف الشكل الحقيقي لمنتخب مصر. منتخب مصر يا جماعه من دايما في كل بطولات افريقيا من المرشحين الاوائل للفوز بالبطوله. اتمنى اللعيبه تكون رجاله، اللعيبه تكون على قد المسؤوليه، ويكونوا حاطين علم مصر واسم مصر في قلوبهم، ويلعبوا بقلب ويلعبوا برجوله. والبطوله دي البطوله دي يحطوا في دماغهم كده ان احنا لازم نفوز بيها ان شاء الله. هنلاعب منتخبات قويه جدا، سيبك من الدور الاول ده، ولكن هتقابل بعد كده فرق قويه جدا، ممكن تقابل المغرب، ممكن تقابل تونس، الجزائر، حسب سير البطوله. ولكن لازم نروح واحنا عندنا حلم وامل ان احنا نرجع بالبطوله، ونصدق الحلم ده ونشتغل عليه. احنا عندنا لعيبه كبيره جدا، لعيبه ممتازه جدا في منتخب مصر. واختلافك معايا او اختلافنا في الراي بقى ان الكابتن حسام حسن كويس او مش كويس، او مش هو المطلوب في الفتره دي، او هو اللي يقدر يفيد المنتخب، دي
اراء طبعا بتختلف من شخص للتاني، وكل واحد ليه احترامه، وكل واحد رايه مهما اختلفنا يحترم. لعيبه النادي الاهلي بقى، الصفقات ومش الصفقات. طبعا الاهلي بيجهز نفسه تروب مع اللعيبه عشان مباراه سيراميكا يوم 19 اللي هو هيبقى يوم الجمعه الجاي ان شاء الله. بالتوفيق للنادي الاهلي، مطعم بالناشئين وبالفريق او باللعيبه اللي كانت احتياطي او ما بتشاركش كتير. قلنا المره اللي فاتت كل لعيب ما كانش بيشارك وبيطالب ان هو يشارك، جالك لحد عندك الفرصه، جات لك لحد عندك، اثبت نفسك يا باشا. المباراه الاولى امام انبي شفنا اربع خمس ست سبع قول ثمان لعيبه ما تنفعش تكمل في النادي الاهلي، ولكن في فرصه تانية امام سيراميكا، مباراه تكون اقوى، ونشوف اللعيبه اللي عايزه تثبت نفسها واللي عايزه تشارك مع النادي الاهلي وتستمر في النادي الاهلي لازم تكون على قد وقدر مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي. خلينا نختم بقى خمسه كوميدي من اكبر قلعه. عايز اعرف ميدو فين دلوقتي؟ يعني ميدو طلع رمى الكوره ورمى الدنيا كلها على حسين لبيب. ميدو اللي بتاع الشيكات المفتوحه، وطلع لك الشيكات مفتوحه وما تقلقوش وكل حاجه موجوده وبتاع، طلع دلوقتي بيقول لك اهو ميدو اهو لسه. انا بقول لحسن شحاته ليه دي مباراه مصر وكوت ديفوار في افريقيا انتهت 3-1 لصالح مصر. طيب ما علينا، خلينا نكمل. فميدو طلع يقول لك ايه؟ حسين لبيب قال لي اطلع واتكلم وقول ومعانا وبتاع وبقلب مفتوح وجاي لنا فلوس كتيره وهنبقى اغنى نادي في العالم على راي خالد الغندور. قال لك هيبقى نادي الزمالك اغنى نادي في مصر كلها، ما تقلقوش. ميدو طلع قال لك ما تقلقوش عندنا الشيكات مفتوحه، وطلعت الشيكات مش مفتوحه خالص، ده طلعت القلعه كلها مفتوحه. طالع دلوقتي بيقول لك اللبيب اللي قال لي وطمني وقال لي في فلوس دخلت وفي اعلى 800 مليون اللي كانوا جايين من بيع الارض، كله بيتنصل دلوقتي منه. ادي ميدو، حسام ميدو من صغره، بص اهو مع المحترم حسن شحاته يزعق لحسن شحاته. ادي ميدو او نيدو الهبيدو، قدوه في نادي الزمالك. طيب من الشيء بقى المضحك التاني، تصريحات احمد دويدار عبر اذاعه الزمالك او عبر اذاعه الزمالك. الست طلع يقول لك الست الزملكاويه ب 10 رجاله والمشجع الزملكاوي ب 100 راجل. دي الحقيقه بسبب ازمات الزمالك. يعني ازمات الزمالك دي عملت من الست ب 100 راجل، وعملت من المشجع الزملكاوي ب 100 مشجع او 100 راجل. وتحدث عن ازايز بقى، قال لك ازايز الميه في تدريبات نادي الزمالك حسب تصريح اللاعب اشرف رؤى وما ينفعش الكلام ده يتقال. الزمالك بيقول لك احنا في الناشئين كنا بنشرب ميه من الحنفيه. ماشي عادي، عادي يعني، ما كلنا كنا بنشرب ميه من الحنفيه واحنا بنلعب كوره، وكنا بنروح نحط الحنفيه كلها كده في بقنا ونشرب عادي. ليه محسسني؟ ده بيتكلم طبعا توجيهات وبيتكلم او بيوجه حديثه لاشرف رؤى. انت ليه محسسني ان لعيب الكوره لازم يشرب ميه معدنيه؟ ولاعب الكوره عقده 15 مليون جنيه، لما يتاثر شهرين او ثلاثه يعني ما يقبضش قصده يعني، زي الموظف اللي بياخد 5000 جنيه ومعاه 3 عيال. معرفش ليه 3 عيال، ليه مش عيلين، ليه مش 4، ليه مش 5؟ ما علينا. انت محسسني ان المعاناه عشان ازايز الميه والمرتب اتاخر شهرين ثلاثه. ايه المشكله يعني؟ ما انا لعبت في الزمالك اتاخر الراتب وكنا بنقف جنب بعض. يا دويدار يا كابتن، مفيش حد بيقف جنب حد يا حبيبي دلوقتي، محدش لاقي ياكل اصلا ياكل نفسه عشان يقف جنب حد ياكله، او مش لاقي يكفي بيته عشان يدي لحد تاني. مفيش حاجه بتفيد دلوقتي عشان يقف جنب حد، دي حاجه. طيب انا لعبت في الزمالك واتاخر راتب وكنا بنقف جنب بعض، مش بقول ده الصح، ولكن كل واحد يقبض اخر الشهر. ما تحسسنيش ان المعاناه في ازازه الميه. المعاناه الحقيقيه في الراجل ابو 3000 تاني وثلاث عيال في البيت. ما تحسسنيش انك بتشحت. ده كلام احمد ديودار، ودول اعلامي نادي الزمالك، هما دول الاعلاميين او الاعلام الزملكاوي. يقول لك يعني ايه يعني ما تقبضش شهرين ثلاثه؟ ما احنا ما كناش بنقبض وكنا بنقف جنب بعض. يعني ايه اللعيب مش لازم يشرب ميه معدنيه؟ ده طبعا تعقيبا على كلام اشرف رؤى. لا يا كابتن، معلش يعني، اقل انديه في الدوري المصري اللي معهاش فلوس خالص تشرب ميه معدنيه. ايه المشكله؟ ما مش هيسيب الملعب يعني ويروح يشرب من الحنفيه مثلا؟ يعني زي ما كنا بنلعب احنا مثلا مأجرين ملعب ولا الكلام ده كله؟ ده احنا نروح نأجر ملعب اهو، ناس لا احنا لعيبه كوره ولا محترفين ولا نيله ولا بنقبض زيهم بالملايين،
وبناخد معانا ازايز ميه معدنيه بنحطها في الاكياس او في الشنطه وما بنعطش بنروح نشرب. صح ولا دي حاجه يعني انت محسسني ان الميه المعدنيه دي حاجه كنز مثلا؟ كنز مش موجود غير في الانديه الكبيره. عيب الكلام ده يطلع على الاذاعه، وادي نادي الزمالك، وادي اللي بيحصل في النادي، وفي الاخر يقول لك آه، خدوا الارض مننا وحرمونا ومش حرمونا. حاسب ادارتك الاول يا باشا. يعني النادي الزمالك ده نادي كبير ونادي عريق واكبر منافس للنادي الاهلي في كل الالعاب. لما يبقى بالمنظر ده، لا، ما تجيش تقول لي بقى الاهلي هو اللي عمل، والاهلي المأمورية المؤامرة الكونية والبطاطس المهلبية والكلام ده كله. لا يا باشا، بص لإدارتك وحاسب إدارتك. نادي الزمالك يستحق إدارة أكبر و... وأقدر من كده. نادي الزمالك نادي كبير. احنا ما بنتكلمش بنطبل لنا الزمالك، انت عارف احنا الاهلاويه بنفتخر بنادينا وفقط لا غير، ولكن يصعب عليا نادي كبير بحجم نادي الزمالك وشعبيه نادي الزمالك، واللي فيه منهم جماهير محترمه كتير يعني. مش كله بيسمع لقناه الزمالك واذاعه الزمالك والكلام ده كله. عموما نتمنى التوفيق لكل انديه مصر. وصفقات الاهلي بقى صدعونا، انا مش عارف، انا نفسي حد يطلع من اداره النادي الاهلي. كابتن وليد صلاح انت قلت ما تسمعوش لحد هنا، ولا المواقع هنا، واللي مش عارف ايه، ولا اخبار مغلوطه. طب اطلعوا يا جماعه قولوا لنا، وضحوا لنا الصوره. دلوقتي في كلام تسال مسؤول عن بالعمري يقول لك وقع خلاص والثلاث سنين ومش عارف ايه، ودفعنا 600 الف دولار لنادي الرجاء وخلصت الموضوع وخلصنا كل حاجه. تسال مسؤول تاني يقول لك ده لسه ما خلصناش، ولما نخلص هنعلن رسميا. تيجي تبص على المهاجم، ديابيتي لا جه، ديابيتي بعد لا قرب لا مش عارف ايه، مفيش حد بيطلع يتكلم. طيب انتوا تفكيركم في المدرب الاجنبي اللي هو مرشحه تروب، ولا بولولو ده ولا ما بولولو ده، بعد ما طبعا فشل عقده او فشل في الانتقال للنادي الفرنسي. النادي الفرنسي بغض النظر عن التعاقد معاه، النادي الاسباني عفوا، كان جاي له عرض من نادي اسباني وعرض من نادي ايه، اعتقد بولندي او حاجه زي كده. طيب النادي البولندي مش هيديله نص اللي كان هياخده في النادي الاهلي. طب الموضوع وقف فين؟ طب بابلو صباغ قلنا بيغني ويسهر وحفلات وبتاع ما ينفعش مع النادي الاهلي، اوكي. طب وصلنا لحد فين في المهاجم؟ طيب قصة حامد حمدان، وقع الاهلي ما وقعش الاهلي، اصل هو مش عارف ايه، اصل لسه منتظر عروض او. يا جماعة طب وضحوا لنا. احنا دلوقتي 17 16 اهو 12، 16 17 16 12 عفوا. طب لحد امتى؟ هنخلص الصفقات دي امتى؟ هنفضل نتباطأ زي كل سنة وفي الآخر نجيب صفقات أي كلام؟ هتيجي تقول لي فين الصفقات اللي أي كلام؟ ما احنا جبنا زيزو، صبرنا وجبنا زيزو وجبنا بن شرقي وجبنا مش عارف إمام عاشور وبتاع، حلو جميل زي الفل. بس أنا دلوقتي محتاج مهاجم، محتاج مهاجم سوبر. ما استناش بقى لآخر الوقت واجي ألبس في أي مهاجم عادي زي اللي جبناه من الدوري الفرنسي ده اسمه ايه، وكان الله حكايته كنبه بتجري في الملعب كده. هل في تاخر من اداره النادي الاهلي وفي التعاقدات، ولا هم بيتريثوا وهم بيعملوا الصح؟ الله اعلم. احنا عايزين بس حد يطلع من الناس. اطلع يا كابتن وليد طمن جماهير النادي الاهلي، قول يا عم في صفقات قويه جايه واصبروا علينا وهنطلع بكل حاجه. قول ان احنا خلصنا مثلا 70% من الصفقات، خلصناها، ما تعلنش اسامي، خلصناها عشان الجماهير دي تطمن، عشان نبقى عارفين ان فريقنا الموسم ده داخل ان شاء الله باذن الله يفوز بكل البطولات. في نهايه الكلام عشان ما اطولش اكتر من كده على حضراتكم، نتمنى التوفيق النهارده لمنتخب مصر في مباراه نيجيريا. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، والناس فعلا تحس بمصر وبقيمه مصر في بطوله افريقيا. ليه؟ ابو ريده، اللي اتكلمنا كتير عن ابو ريده واتحاد الكوره. النهارده المباراه، حضرتك تعرف هل المباراة دي محدد ليها كام ألف مشجع؟ لا. هل تعرف حضرتك كمشجع مثلا عايز تروح تحضر المباراة، هل المباراة بتذاكر ولا المباراة مجانية؟ محدش يعرف. طيب سعر التذكرة كام؟ محدش يعرف. كل ده إهمال وتهريج من اتحاد الكورة اللي مسؤول عن تنظيم مباراة زي دي. وفروا وقال لك مش هنجيب حكام أجانب، جابوا ناجي
محمود ناجي هيحكم المباراة. الجانب النيجيري ما اعترضش. طب انت وفرت، طب انت طب الجماهير، هل الجماهير هتخش مجانا؟ هل الجماهير بتذاكر؟ كم سعر التذكرة؟ كم عدد الجماهير او عدد المشجعين اللي هو محدد من قبل الامن؟ مفيش حد بيطلع يقول حاجة. فهنفضل في العشوائية دي لحد امتى؟ لا، احنا لازم نفوق قبل افريقيا عشان ما نتفضحش فضيحة كاس العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.